صورتين 4 في 6 وما اعرفش ايه تاني يعني. وبعد ما كان الازهر وشيخه واحد من السلالم اللي بيحاول السيسي بيها شرعنه الانقلاب في 3 من يوليو، مصادر مطلعه لجريده المصريون قالت ان العلاقه بين الازهر الشريف ومؤسسه الرئاسه وعدد من الجهات السياديه وصلت لطريق مسدود اثر فشل اللقاء الاخير اللي جمع السيسي باحمد الطيب شيخ الازهر، في ظل تحفظ الاخير على الرؤيه اللي طرحتها الرئاسه وجهات سياديه لتنشيط دور الازهر في تطوير الخطاب الديني ومواجهه التطرف وجماعات الاسلام السياسي، في ظل ما نقل مقربون من الدكتور الطيب من ان تجديد الخطاب الديني وطبقا لرؤيه مؤسسات الدوله بيمس ثوابت الازهر والاسلام. خد بالك احمد الطيب اللي وافق على كل الحاجات كان عراب حقيقي، يعني سيشهد ليه التاريخ بده ان شاء الله وربنا يجعله في ميزان حسناته. مش قابل، وصل لخلاف في الرؤيه مع فيلسوف الغبره، مش عاجبه طريقه تطوير الخطاب الديني. شوف مش قادر يقبل، اللي قبل كل ده مش قادر يقبل. متخيل خطه تطوير الخطاب الديني حقيقه اللي بيتجرأ عليه دلوقتي اصبح اي حد ملوش اي كينونه ولا اي حيثيه. الحيطه الوحيده المايله في هذه البلاد هو الدين الاسلامي. التقرير التالي بيتابع مخطط اجهزه الدوله للاجهاز على الازهر الشريف. متمسك برأيه لا يتزحزح عنه، لذلك كله أيدت الرأي الذي انتهى إليه المجتمعون، وهو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. بعدما كان الأزهر الشريف منارة الإسلام والتنوير في العالم الإسلامي وقائدا لمقاومة الظلم والمحتل، ارتضى شيخه لنفسه وللأزهر أن يكون مطية في أيدي سفاح منقلب استخدم الأزهر وشيخه لشرعنة انقلابه. لم يكتفي شيخ الأزهر فقط بشرعنة الانقلاب، ولكنه صمت صمت الموت عن أبشع المذابح التي ارتكبها السفاح، بل وانبرى شيوخه للدين